السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. احنا هنتكلم مع بعض عن أهمية الفرشة في شهور الشتاء اللي احنا موجودين فيها ديت بالنسبة للطيور عموما وللبط خصوصا اللي موجود معانا في الفيديو اللي احنا شايفينه ده. لو لاحظنا هنلاقي إن البط ده كله واقف زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، والفرشة اللي تحت دي كلها بقت سابلة، يعني بقت يعني زي ما بيقولوا إيه، رطوبة عالية جدا وكلها بقت مية وكلام من ده. شوفوا شكل البط واقف ازاي، كاشف في بعضه ومش متظبط، حتى لو انت عليته مشغل تدفئة لندا وكل حاجة الارض تحتيه مبلوله فهو سقعان. هنوريكم بقى دلوقتي الشكل وهو البط ذات نفسه، الفرشه بقت نظيفه، غيرنا النشاره فرشنا. شوف البط بقى شكله عامل ازاي، نايم جنب بعضه مظبوط والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل خالص. فلازم نركز كلنا الايام دي ما نخليش الفرشه اللي تحت البط مبلوله او يبقى فيها رطوبه عاليه، لان ده بيسقع البط مهما من دفيته. وعلشان نحافظ على طيورنا من البرد يبقى لازم نفرش الفرشه في الشتاء بسمك عقلتين صابع علشان تساعد معانا في التدفئه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.